من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولو مرة واحدة كنز من كنوز الجنة. من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة تعدل ثلث القرآن، ومن قرأها 3 مرات كان كمثابة ختم القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بكل واحدة غرس شجرة في الجنة. إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين 3 اختيارات كلها تعتبر حقا لك، ولك أن تختار منها ما تشاء. أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت عليه فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا وإن كان فاجرا. الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا، ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس بالدنيا، لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا، أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه، أو ستعطيه أنت من سيئاتك. ما هو الاختيار الثالث؟ الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. أهلا بيكم في فيديو جديد وروتين جديد، وإن شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم جدا جدا وهيشجعكم وتاخدوا منه أحلى طاقة إيجابية. يلا بينا كده نشوف تفاصيل يومنا ونشوف يومنا كان ماشي ازاي، ويلا بينا كده نسمي الله. ولايكاتكم القمر بقى اللي بتفرحني، كومنتاتكم الجميلة اللي بتفتح النفس دي. ويلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعمل ايه مع بعض، ونشوف ابتدينا يومنا ازاي. الفيديو النهارده كله حماس كده وكله بصوا نظافه كده وحاجات جميله جدا جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم جدا النهارده، تشجعي منه. يلا بينا كده يا بنات نشوف بدأنا يومنا بايه. اول حاجه طبعا ما ننساش احنا نبدا يومنا بالصلاه، دي اهم حاجه واول حاجه كده. اذكار الصباح يا بنات ما ننساهاش، عشان دي اللي بتحفظنا كده وبتحمينا من اي حاجه وحشه ومن اي شر او اي اذى. ما تنساش بقى لو عرفتي ان انت تقراي لك كده يعني صفحة كده أو صفحتين في المصحف في الأول كده، يبدأوا يومك كده يعني بكل كده همة ونشاط، وتلاقي كل حاجة اتيسرت قدامك إن شاء الله. أو إنك أنت مثلا تشغلي جنبك كده القرآن وأنت قاعدة وترددي معاه، برضو دي حاجات كلها حلوة قوي قوي. بتطرد على فكرة الطاقة السلبية يا بنات من البيت، والشياطين بقى بتجري بتهج خلاص طبعا من البيت اللي فيه قرآن، وتلاقوا البيت كله بقى ما شاء الله كله كده ملايكة كده اتجمعت فيه، وتلاقي كده في راحة نفسية جميلة جدا جدا. فنبدأ يومنا كده بالصلاة وبالقرآن، دي أهم حاجة يا بنات في يومنا كله، بتظبط اليوم معانا كله من أوله لآخره. ويا كمان بقى يا بنات لو كنتوا بقى مصلين الفجر حاضر، أنا بصراحة من الناس اللي مقصرة جدا جدا الفترة دي في صلاة الفجر حاضر بصراحة. فربنا يا رب يثبتني ويعني بقى عليه كده ويرجعني ليه تاني ويثبتني عليه، اللهم امين يا رب العالمين. فبجد من الحاجات اللي مضايقاني جدا جدا فوق ما انتم متخيلين، يعني سبحان الله انا في فتره الشتاء، يعني في الشتاء اللي الناس كلها بتبقى سقعانه ونايمه ومش قادره تقوم بقى ودافيانه كده تحت البطانيه ومش قادره انها تقوم وبتكسل، سبحان الله بواظب فيه على صلاه الفجر. تقولي لي ازاي؟ اقول لكم مش عارفه عن الفتره دي سبحان الله في الصيف، مش عارفه في ايه، مش عارفه حاجه غريبه يعني. ربنا يا رب ييسر الامور كده ويعيننا تاني ونرجع تاني لصلاه الفجر، لان صلاه الفجر يا بنات دي احلى حاجه في الدنيا كلها بجد والله. يعني بدايه يومك كده لما تبدايه بصلاه الفجر دي حاجه تانية خالص. سبحان الله اليوم اللي بصحى فيه بصلي فيه صلاه الفجر بيبقى مختلف تماما عن بقيه الايام اللي انا ما بصليش فيها الفجر حاضر سبحان الله. فربنا يا رب يعيننا ويقوينا ويثبتنا ويعيننا على طاعته وحسن عبادته، اللهم امين يا رب العالمين. القرآن يا بنات أول ما بتشغليه كده وتفتحي بقى الشبابيك وتفتحي البلكونات عندك وتدخلي بقى الهواء النظيف والشمس والنور كده بتاع ربنا كده مع القرآن، أحلى حاجة في الدنيا والله يا بنات. تحسي بطاقة إيجابية مالية البيت عندك كده سبحان الله. شغالي جنبك كمان عود بخور كده برضو بيدي إيحاء كده جميل أوي، طاقة إيجابية حلوة جدا جدا. وبعد كده ببدأ يومك بقى شوفي انت هتعملي ايه. المهم هنا عملت ايه؟ قلت اعمل معاكم الفطار كده. فعملنا ايه؟ حمرنا كده شوية بطاطس و هقلي طعمية برضو، هعمل كده 1 2 خيار جنب الاكل،
وهعمل كمان بيضتين كده اومليت وخلاص كده، وده يبقى ايه الفطار بتاعنا كده. فكل يوم طبعا نوعي كده في الفطار بحيث طبعا ما تزهقوش، لان الفتره دي الجو حر قوي، فاحنا بنزهق من الفطار وما بقاش لنا نفس ناكل حاجه خالص. فكل يوم كده اعملي حاجه مختلفه بحيث ايه ما تزهقوش وتملوا من الفطار، وعندك يعني الاطفال ياكلوا، لانه انتوا عارفين الفتره دي طبعا الجو حر، فالاطفال بيبقى نفسهم مسدوده عن الاكل خالص، فنغير كده وننوع كده في كذا حاجه بحيث نفتح نفسهم يعني على الاكل وكده. المهم اهو عملت خلاص البطاطس والطعميه وقطعت الخيار، وهنا بقى هعمل البيضتين دول اومليت كده واحطهم ايه جنب الاكل. يعني المره الجايه مثلا اعمل جبنه بقى بطماطم بخيار كده، اعمل مثلا بيض على مثلا جبنه، اي حاجه، الحاجات دي بتبقى حلوه جدا برضو يا بنات. المهم ده كده كان الفطار بتاعنا. هنفطر بقى كده الفطار، وبعد كده اعمل لي كوبايه القهوه طبعا اللي بصوا ما بستغناش عنها ابدا. يعني انا بحس ان انا ما بفوقش يا بنات غير بفنجان القهوه ده، مش بفنجان كمان، ده بمج القهوه ده على الصبح لازم ان انا اشربه كده بحس ان انا ببدا ان انا افوق بقى. هنا بقى خلاص عملت الاومليت اهو، حطيته بقى كده عشان نبقى ايه نفطر يعني وخلاص. واحط بقى العيش دلوقتي وخلاص، ده الفطار بتاعنا بقى. الف هنا وشفا. اتفضلوا معانا يا بنات كده فكره كده من افكار ايه الفطار، ناخد مع بعض كده افكار بحيث ان احنا ايه نتشجع مع بعض كده على فقرة الفطار الصبح. يعني نشجع بعض يا بنات على فقرة الفطار الصبح. وعيش طبعا بلدي بقى بتاع الطابونة كده، ده طبعا احلى عيش يا بنات وصحي جدا جدا. خلاص بقى افطرنا اللهم لك الحمد. عملت بقى فنجان القهوة بتاعي، شربته بقى كده، وبعد كده قمت بقى اشوف انا ورايا ايه. النهارده كنت عامله حسابي ان انا همسك غرفه البنات، غرفه الاطفال عندي، قلت امسكها كده اروقها واظبطها واحط لها ملايات نظيفه. انا كنت شلت الملايات اللي فيها اصلا بقالي كام يوم، يعني كده كده محدش بينام فيها ومحدش بيدخلها اصلا خالص. فحتى الملايات يا بنات انا بعينها نظيفه، يعني بعينها يا دوبك بس ان انا ايه بديها شطفه كده برضو في الغساله، وعينها كده يبقى نظيفه كده وريحتها حلو. لان كده كده الاوضه دي حر جدا جدا، محدش اصلا بيدخل فيها ولا بينام فيها، وحتى لو دخلنا قعدنا فيها يعني لو البنات مثلا خدوا الموبايل ودخلوا قعدوا فيها شويه ولا حاجه بتبقى نار وحر جدا جدا، فبصراحه ما نتحملش ان احنا ننام فيها خالص خالص. فالمهم كده ايه قلت اغير الملايات اللي فيها يعني وانضفها، لان بصراحه بقى لي فتره كده ما دخلتش كده نضفتها ولا غير يعني ولا فرشت ملايه فيها. غير كمان ان انا عندي الاوضه دي على الساقط، الشباك بتاعها بيدخل تراب على طول، قلت انفضها كده من التراب وامسحها والمعها كده من التراب اللي فيها. هنا بقى عملت مج القهوه باللبن الجميل التحفه ده، قلت اشربه كده على رواق وبعد كده ادخل بقى اشوف هعمل ايه. اول حاجه كده بدات ان انا افتح بقى الستاره دي خالص، وعشان بقى انا عايزه انفض الشباك ده تنفيضه حلوه كده واظبطه وافتحه خالص بقى بحيث ان انا عايزه امسحه كده وانضفه. كان في ملاية بقى جميلة جدا جدا، انا بحب الملاية دي اوي، بحس انها سبحان الله ماشية جدا مع الأوضة وبتخلي لي شكل الأوضة حلو اوي اوي. فهتشوفوها كده معايا، اكيد شفتها برضو في بداية الفيديو، فتقولوا لي ايه رأيكم فيها. وسبحان الله كل يا بنات ما بتتغسل كل ما بتزيد حلاوة وبتزيد جمال بصراحة والله بجد. انا عامله في الشباك ده يا بنات سلك كده على السايد عشان خاطر بفتح الشباك خالص وبسيب السلك بس كده هو اللي ايه محطوط، بحيث ان هو ايه يهوي لي الأوضة كلها. فاحنا عاملين السلك ده بحيث ان احنا لما نفتح الشباك يعني ما نبقاش قلقانين اي حاجه مثلا ممكن لا قدر الله تخش او حشره او اي حاجه من من الصوت. هنا زي ما قلت لكم انا كنت شايله الملايات اصلا بقالي كام يوم وكنت غاسلاهم كده كده زي ما قلت لكم ما حدش بيقعد في الاوضه. وبعد كده دخلت بقى كده قلت بقى انفضها بقى كده ومن التراب اللي فيها بقى نغير كده الريحه بتاعتها كمان والنفس بقى ونعطرها بقى ونخليها كده ايه زي الفل. اي نعم ما حدش بيقعد فيها بس مش معنى كده ان احنا ايه يعني خلاص نسيبها بقى ونتركها كده، لا طبعا يعني لازم برضو ننفضها كده واغير الملايات على طول باستمرار فيها عادي جدا كاني بالظبط بننام فيها. يعني انا بعملها كاني بالظبط احنا بننام فيها. هي بس المشكله انها بقى لها حوالي 3 ايام كده انا ما نفضتهاش، فهي كانت مليانه تراب بصراحه، وزي ما قلت لكم الشباك على الساقط فبيجيب تراب كتير من على الساقط يعني وبيخلي الغرفه ايه كلها تراب. بس انا بصراحه ما ينفعش ان انا اقفل الشباك خالص، لاني اولا انا حاطه التلاجة هنا في الغرفه دي، فلازم التلاجة تبقى في مكان فيه تهويه كويسه، عشان كده دايما بكون فاتحه لها الشباك. عشان كده الاوضه دايما تحسوا انها بتبقى يعني فيها تراب كتير بسبب الشباك ان انا ببقى فاتحاه على طول. ما ينفعش ان انا اقفله طبعا. حتى في الشتاء عندي لما بقفل الشباك بقفله شويه برجع افتحه برضو بحيث التهويه وكده.
قولوا لي بقى انتوا عاملين ايه واخباركم ايه في الجو ده، احكوا لي كده عايشين ازاي، بتعملوا ايه في الحر اللي احنا فيه ده، اخباركم ايه يا بنات؟ بجد الجو حر قوي قوي قوي. اللهم اجرنا من جهنم وعذاب جهنم يا رب العالمين. ادعوا كتير قوي الدعاء ده يا بنات، كتير قوي قوي، عشان ربنا كده يجرنا كده من جهنم، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رأيكم بقى في الملايات الجميلة دي؟ بصراحة كل ما بفرشها كل ما بحس بحلاوتها والله يا بنات، وكل ما بتتغسل كل ما بحس انها بتنور وبتزيد جمال وحلاوة اكتر ما هي بصراحة. القماش ده قماش حلو جدا جدا يعني، قماش نوعه نضيف يعني، انضف حاجة يعني، ده مش مصري، ده كان مستورد بتهيألي، كان قماش تركي، فقماشه حلو قوي قوي يا بنات. فبصراحة جميل، ومهما اتغسل معاكي بيزيد جمال وتحسيها يعني كل ما تفرشي الملاية تحسيها جديدة، كأنك انت لسه جايباها جديدة. ما شاء الله يعني، من القماشة الجميلة الحلوة قوي قوي. جوزي بصراحة يا بنات ما بيحبش الملاية دي خالص، بيقعد يقول لي لا المشا اللي فيها دي غريبة وعينيها مش حلوة وتخوف وغلط تبقى مفروشة وبالليل والأطفال نايمين وكده. قال لي لا الحاجات دي ما بتبقاش حلوة يعني، غلط. قال لي لان عينيها فظيعه، وكمان عينيها كبيره كده وواضحه قوي، شكلها بيبقى واضح قوي فتخوف. بيقول لي لا يعني من الحاجات اللي هي مش مستحبه ان انت تفرشيها كده، ممكن تتجسد فيها حاجه او كده يعني، فربنا يسترها بقى. بس هي بصراحه عجباني يعني. قولوا لي ايه رايكم فيها يا بنات؟ عملتوا ايه بقى؟ جبتوا الشنط بتاعت المدرسة وحاجة المدرسة ولا لأ؟ ومين فيكم اللي بدأ دروس؟ احنا عندنا بنتي الكبيرة داخلة تانية إعدادي، ربنا يا رب معاها يوفقها هي وولادكم، اللهم آمين يا رب العالمين. هي خلاص بدأت الدروس، وفي دروس عندها يعني، في دروس بدأتها دلوقتي، وفي دروس بقى لسه من أول 15/8 كده يعني. وبنتي التانية برضو هتبدأ برضو من 15/8 برضو الدروس. فهو اساسي يعني الدروس تبدا من نص 8، بس في مدرسين بيبداوا من دلوقتي يعني، بيظبطوا الدنيا ويظبطوا المواعيد والفصول وكده يعني المجاميع بيظبطوا المجاميع عشان تبقى قد ايه ويرتبوا نفسهم وكده. ففي دروس بدات دلوقتي وفي دروس لا لسه. فانتوا قولوا لي برضو، انتوا الدروس بدات عندكم ولا لسه؟ وعملتوا ايه؟ جبتوا بقى حاجه المدرسه، الشنط، اللبس بتاع المدارس، الحاجات دي عرفوني برضو، قولي الاسعار عندكم عامله ايه. احنا اشترينا الشنط بتاعه المدارس، وان شاء الله بامر الله هبقى اوريها لكم يا بنات، ونشوف كده ايه الدنيا مع بعض عامله ايه، واقول لكم برضو كده على الاسعار. اسعار يعني الحاجات بصراحه يعني ربنا يا رب يرحمنا برحمته. الشنط في منها يا بنات خامات، في منها حاجات غالية وفي منها رخيصة، ولكن بصراحة يا بنات الحاجات الرخيصة مش قد كده ومش عملية خالص. انا جربت ان انا جبت يعني شنط ما كانتش غالية قوي، كانت ب 300 جنيه، وكانت ب 250، بس دي من حوالي سنتين. والله يا بنات يعني ما قعدتش خالص خالص، ما كملتش سنة الصراحة. فالحاجات بصراحة يعني الغالي تمنه فيه برضو يا بنات الصراحة يعني، الحاجة طول ما هي بتبقى غالية ونضيفة وماركة كويسة بتعيش معاكم. هبقى اعرض معاكم برضو الشنط ان شاء الله ربنا ييسر كده الفيديو الجاي او اللي بعده ان شاء الله، اعرض معاكم الشنط برضو بالاسعار وكل حاجه. انا مستنيه بس ما نجيب بقيه الحاجه، عشان بنتي الصغيره بقى داخله اولى ابتدائي، ربنا يا رب يحفظها ويحميها هي واخواتها ويحفظ ولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. فانا مستنيه بصراحه لما اجيب لها لبس المدرسه وحاجه المدرسه كلها، واجيب لها كمان بقى واجيب لهم بقى الكتب الخارجيه، وعايزه اجيب لهم الكشاكيل بقى والاقلام والحاجات دي، وعايزه اعرضهم معاكم مره واحده ان شاء الله كده، ابقى انزلها كده ايه في فيديو كده مع بعض. فربنا ييسر كده ان شاء الله بامر الله. قولي برضه انتوا عملتوا ايه؟ جبتوا الشنط، جبتوا الحاجه ولا لا؟ والاسعار عندكم عامله ايه يا بنات؟ يعني الحاجه متهاوده شويه ولا الحاجه غاليه؟ عرفوني برضه. خلصت بقى السراير كده ما شاء الله، بقيت اللهم بارك بقيت زي الفل. دخلت هنا على الكومود ده كمان بقى امسحه كده وانضفه، ولمعه كده، وابدا ان انا افرش عليه المفرش تاني. المفرش انا كنت لسه حاطاه اصلا فهو نضيف، فقلت كده ايه يعني امسح كده الكومود كده مسحه حلوه واحط عليه المفرش تاني وخلاص. حاسه ان هو ماشي جدا كمان مع الاوضه كده المفرش ومع الدنيا كده يعني، حاسه حلو وشكله حلو. لمعت كل حاجه بقى، بصوا ما سبتش حاجه في الغرفه غير لما لمعتها وخليتها زي الفل. والكومود ده يا بنات انا شدته من مكانه ومسحت مكانه، والتلاجة مسحت من مكانها وكل حاجه يعني، بشد كل حاجه يا بنات امسح وراها وتحتها، وبرجع ان انا ارجعها تاني مكانها زي ما كانت بالظبط.
ومسكت التلاجة برضو قبل ما ابدا معاكم الفيديو. اصلا انا مسكت التلاجة لمعتها وظبطتها ومسحتها ورصيت فيها كل حاجه زي ما كانت، والحاجات اللي هي انا مش محتاجاها مثلا، او طبق فاضي، علبه فاضيه بتاع، كنت طلعت كل حاجه من التلاجة ولمعتها كده ببخاخ كده في قلبه شويه ميه وشويه خل وشويه سائل كده من بتاع الاطباق وخلاص، ولمعتها وبقت زي الفل اللهم بارك. وخلاص بقى ايه، جيت بس ايه وانا بلمعها معاكم من بره بس، مش اكتر من كده. حاولت ان انا برضو ايه اختصر معاكم يعني كده ايه على قد ما اقدر. كده كده التلاجة انا شلت منها كل المفارش اصلا، مش سايبه فيها مفارش خالص، قلت اسيبها كده تبقى خفيفه حلوه. فغسلت المفارش اللي كانت فيها وعينتها وحطيت فيها كل حاجه كده من غير مفارش ومن غير اي حاجه خالص بصراحه، يا دوب بس لمعتها كده وظبطتها ورصيت فيها الحاجه تاني وخلاص على كده. حاساها كده خفيفه يعني، الجو حر بقى ومش متحمل ولا مفارش ولا اي حاجه الصراحه. فسبتها بقى زي ما هي كده. الدولاب برضو نضفته ولمعته ما شاء الله برضو بنفس الملمع ده، حلو جدا جدا وجميل ما شاء الله، بيدي لمعه حلوه قوي قوي يا بنات. الخشب زي ما انتم شايفين كده، البخاخ ده بصراحه ما بستغناش عنه ابدا، سواء للخشب سواء للرخام، كل حاجه بقى، كل حاجه ما شاء الله، سواء للستانلس البوتاجاز، الحاجات دي حلوه جدا جدا بصراحه. هنا كنت حاطه ميه كده جنبي في جردل، حاطه فيه شويه ميه وحاطه فيه شويه كلوريل اللي هو بتاع الالوان ده، و حطيت كمان شويه اللي هو منعم الأقمشة بتاع فريدة أو أي منعم أقمشة عندك، وبقيت أحط فيه القماشة أعصرها كويس جدا جدا، وأبدأ إن أنا أمشي بقى على الخشب. بصراحة بقى يلمع لي ويدي ريحة حلوة جدا جدا للخشب يا بنات. التلاجة برضو لمعتها اهو من بره، كنت لمعتها خلاص وغسلتها من جوه خليتها زي الفل، بدأت برضو ان انا لمعها معاكم من بره وخلاص على كده. والأوضة عندي اللهم بارك بقت زي الفل. بصوا، واشيل بقى المشاية اللي انا حطاها دي هعينها خالص واحط مشاية تانية كبيرة شوية، حاسة انها شكلها احلى وجميلة كده ايه مع الأوضة وشكلها حلو بصراحة. بصراحة بحب في التنظيف العميق ده لما اجي اعمل يا بنات ان انا ياخد غرفة غرفة، ياخد حاجتين مع بعض، فاهمين يعني ايه، ما زودش يعني، ما اخدش الشقة كلها مرة واحدة، لاني لو خدت الشقة كلها مرة واحدة يستحيل ان انا هعملها بضمير الصراحة يعني، لان طبعا هتاخدي وقت طويل فيها، زائد كمان انت هتتعبي، ففي حاجات كتير جدا هتكروتيها فيها مش هتعمليها ايه بضمير يعني. فقلت لا ناخد كل حاجة كده فيها واحدة واحدة. النهارده خدت ايه، خدت الغرفة ومسكت التلاجة نضفتها معاها وخلاص يعني في اليوم ده، وروقت بقى بقية الشقة اللي هو التنظيف اليومي اللي هو العادي بقى، نضفت كده من على الوش عادي جدا وكنست وخلاص. وبعد ما مسحت هنا اخدت معايا الاماكن المكشوفه بره في الشقه ومسحتها كلها، يعني خدت الاماكن المكشوفه في الصاله وفي الانتريه وفي اوضه النوم عندي والمطبخ، مسحت كل الحاجات دي. ودخلت على البلكونه برضو مسحتها الصراحه وايه وكل حاجه كده يعني. كده كده الشقه عندي مش كبيره يعني، فما بتتعبنيش الحمد لله في التنظيف، وسهله كده ايه وبسيطه. وبحب دايما زي ما قلت لكم وانا بمسح كده اخد الاماكن المكشوفه اللي بره بقى بقيه الشقه معايا، بصراحه بحس ان كأن مسحه الشقه كلها وبتبقى كلها ريحتها جميله ما شاء الله. وعطرت بقى الشقه كلها وخلاص على كده، وقعدت بقى عملت ايه الغدا. ما شاء الله بصوا الموب دي جميله قوي قوي وعمليه جدا جدا بالنسبه اللي سالتني قبل كده عليها. ما شاء الله يا بنات هي ما شاء الله جميله جدا جدا، بقالها معايا كده حوالي 3 4 سنين، ما شاء الله حلوه جدا جدا. اهو كده زي ما انتم شايفين الاوضه بقى اللهم بارك بقت زي الفل. خلاص كده بقى هقفل الستاره واقفل الشباك وخلاص على كده. بس انا برضو ما بقفلش الشباك خالص يا بنات، انا بسيب فيه الازاز كده مفتوح، دايما بسيب الازاز ده مفتوح كده على طول. بحط بس الستاره كده عشان خاطر التراب او حاجه، برضو الستاره دي بتحجز لي شويه برضو من التراب وبتحافظ لي برضو على الاوضه ايه ان يعني ما يدخلش فيها تراب كتير يعني، برضو هي بتحجز بصراحه تراب كتير منها. كده بقى الأوضة اللهم بارك خلاص، ببدأ ان انا بقى اعطر كده الغرفة اللهم بارك بقت عسل كده وريحتها ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. شامين بقى ريحة النظافة ولا لأ؟ قولي كده في التعليقات. ايوه ولا احنا شامين ريحة النظافة؟ ايه رأيكم بقى؟ اظن مفيش احلى من كده ما شاء الله اللهم بارك. الغرفة بقت بتبرق كده برق وبقت زي الفل. ان شاء الله يا بنات الفيديو الجاي يكون حلو جدا جدا، محضره لكم فيه حاجات حلوه قوي قوي، وهنقضي كده يوم كده كامل متكامل مع بعض، ده برضو بامر الله، وفي تفاصيل حلوه جدا جدا ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا بنات. لو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والتعليق القمر بتاعكم، ولو اول مره تشوفي قناتي يسعدني ويشرفني اشتراكك اكيد. اكتبي لي كده في التعليقات ان انت جديده معايا في القناه عشان ارحب بيكي. قولوا لي كده ايه رايكم في شكل الغرفه،
يا رب تكوني اتنشطتي كده من الفيديو النهارده، وتكوني كده خدتي منه احلى طاقه ايجابيه. متنسوش بقى يا بنات، وممكن تشوفوا انتوا وراكم ايه، تستعينوا بالله كده، وربنا يا رب معاكم ويحقق لكم كل اللي انتوا بتتمنوه يا رب العالمين. استنوا بقى الفيديو الجاي بنات، حلوه جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير، ويلا مع الف سلامه.